محمد صلاح. مين هنا يطلقها؟ وصلت. هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة. اهلا ومرحبا بيكم برنامج الديزل. هنتكلم على ماتش مصر وبلجيكا والعظمة اللي قدمها اللعيبة وعلى رأسهم كابتن حسام حسن. انا هبدأ بس بكابتن حسام حسن الاول، ان عليه انتقادات غريبة قبل البطولة، ازاي ما ياخدش مصطفى محمد وده بيخاف من اللعيبة الكبيرة والكلام ده كله. انا قلت وجهة نظري وهقولها تاني، اللاعب اللي مش هيعجبه نظامي ما يدخلش، وعملها قبليها كابتن حسن شحاتة في 2008 و2010 وخدنا البطولة. وده يمكن اللي كارم شوية كابتن حسام حسن، انه ظابط الدنيا. سمعنا كده اللي هو لا ده بيخاف من اللعيبة الكبيرة. مين اللي بيخاف؟ كابتن حسام؟ غالبا اللي بيتكلم الكلام ده كله ما شافش كابتن حسام حسن وهو بيلعب لاعب، وما شافوش هو مدرب، سواء في المصري او في بقية الأندية اللي دربها او المنتخبات اللي دربها زي الأردن. حسام حسن ما بيخافش، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي انا كنت عاوزه يجي بسبب اتحاد الكورة الفاسد عندنا. اتحاد الكورة اللي بيتحكم في حاجات مش هيقدر يتحكم فيها على كابتن حسام حسن. ومحدش ينسى ان حسام حسن جاي عن طريق الرئاسة، وهم كانوا قاعدين متربصين له الفترة اللي فاتت. ودي ترجعنا لنقطة هو كانش بيلعب فرق قوية. حسام حسن بعد ما اتأكد 100% اللي هو قاعد لعب السعودية، اداها 4. اسبانيا في اسبانيا 0-0. لعب لك روسيا في ارضه في مصر 1-0. لعب لك البرازيل في امريكا 2-1. ثم بلجيكا المصنف التاسع عالميا ومتصنف في 29 عالميا. عمل اداء يخلينا كلنا رافعين راسنا، ودي كانت اول مره احسها من منتخب مصر من بعد 2010. انا قاعد وسط صحابي العرب اللي هنا رافع راسي، على عكس 2018، على عكس الفتره اللي فاتت في الكره المصريه عامه كنت بقعد اوح مع الناس بالكلام عشان بس السبع نجوم اللي انتوا شايفينهم على التيشيرت دول. المره دي لا، حسام حسن يرفع له القبعه. فكره هو جايب لك زيكو، وقبل زيكو كان اسلام عيسى ربنا يشفيه بعد ما جاله الصليبي ضامن مكانه زيكو. مين ده يدل اللي هو متابع الدوري المصري ان مين كان يتوقع ان زيكو يخش؟ حسام حسن كله قاعد يقول لك ضيع مكسب، مش ضيع مكسب. واحد زي رضا عبد العال، انت جاي تصفي حساباتك معاه؟ مكسب ايه؟ انت بتلاعب فرقه مصنفه رقم 9 على العالم. اكتر حد كان متفائل في البطوله دي مكانش متوقع انت هتكسبهم. خلينا صراحه، انا احساسي مع حسام حسن كنت بقول احنا هنكسب 2-1، كنت متوقع ده. ما حصلش نصيب، تعادلنا 1-1. كنت انت الليد على بلجيكا. كنت متخوف ان الكابتن حسام يلعب ب5-3-2 او 3-5-2، اساس الكوره دي ما نعرفش تطلع بيها. فاجئنا كلنا بال4-4-2 بزيكو ناحيه الشمال وامام عاشور ناحيه اليمين. كل ده كابتن حسام حسن هو اللي بيحضر وهو اللي مجهز الفرقه. انت ما حسيتش بطول بلجيكا، وبالذات في الشوط الاول ما شطوش ولا شوطه اون تارجت على مرمى على كابتن مصطفى شوبير، عشان ده تكتيك كابتن حسام حسن ورجالته اللي اختارها للعب كاس العالم. هتكلم عن لعيبه واحد واحد وبالذات هني، بس خلينا الاول ندي كابتن حسام حقه. انا اتذكر في 2022 في افريقيا مصر والسنغال، كروش نزل على رجله كده وكان بيزعل الحكم، كان بيعمل حاجه كده الناس كلها طلعت بيه السما. لقطه حسام حسن وهو بيحضن الحكم والكوميكس اللي طلعت والحوارات اللي طلعت، انا فخور بحسام باللي عمله ده، وفخور اكتر بصلاح ان هو كمل عشان يسكت الناس اللي طالعه برضه بتزيد بتقول لك حسام حسن بيحاول يكسره وطلعوا دي 75. خلاص كان شطب اللياقه. انت عشان ما جيتش اتفرجت على الاجواء هنا عامله ازاي؟ معظم اللي بيتكلموا دول ما شافوش اجواء في امريكا، الجو في امريكا عامل ازاي. علينا على كل الفرق، بس انا بتكلم على محمد صلاح. تاني حاجه، انا محتاج صلاح في الادوار الجايه كتير. ماتش بلجيكا خلاص حصل اللي حصل فيه، طلعت بالتعادل، لسه عندك نيوزيلندا ماتش مش سهل. كروس وود من مهاجمين كويسين جدا اللي لازم على رايي بقى عمنا يرجع، واكيد كابتن حسام هيبقى مجهز. عندك ماتش ايران، شفنا ماتش نيوزيلندا وايران كان ماتش ضرب نار. عندهم لعيبه كتيره حلوه، هم اكبر في السن بس عندهم لياقه بدنيه قويه، بيجروا
ف كابتن حسام اكيد هيبقى مركز في الموضوع ده. فانا شابوه كابتن حسام حسن، شابوه كابتن ابراهيم حسن، عملوا روح كنا مستنيينها تحصل لمنتخب مصر، الحمد لله رجعوها. نتكلم على هاني وجمال هاني، سيبك بقى من الجول اللي جابه في نفسه ده، عشان ايه الناس اللي طالعه بتزيد ده عامل جاب جول في نفسه والحلو ما يكملش، لا كلنا بنغلط. بس الميزه المره دي انت لما غلطت ما حصلش زي ماتش روسيا، اما كابتن احمد فتحي غلط وجاب جول في نفسه الدنيا فكت، لقيت هنا الدنيا ما فكتش. ليه؟ في مدير فني فاهم هو بيعمل ايه، مالكش اصل دي القماش، اصل ما عنديش لعيبه، اصل مش بس صلاح وخلاص، وده انا بتكلم على كور. مدير فني واثق في المنتخب، واثق في لعيبته، واثق هو يقدر يقدم حاجه، ولعبوا على ده. شوبير ما اختبرش كتير، والقوة اللي اختبر بيها في الشوط التاني كان عالمي. هاني اسطوره، وانا كده كده واخد على الماتشات دي الهاني، يعني كان كله بيتكلموا معايا قلت لهم هاني في الماتشات الكبيره هات له لاعب كبير اتفرج على هاني. وشات بدأ قبل الماتش في فيديو موجود هتلاقوه ان هو لعب على فينيسيوس ما فرقش معاه، لعب على جنابري وديفيز ما فرقش معاه. ديفيز من اسرع اللعيبه اللي موجوده، والفتره دي كان متوهج مع بايرن ميونخ. فلا هاني عالمي، ياسر رجوله بطريقه قويه جدا. حمدي فتحي كان معلم، مروان عطية كان معلم، فتوح كان أستاذ. يعني لوكاكو ما خلاص زي من هاني راح على فتوح ما عداش، آخرها راح نص الملعب قالك ألعب في العمق وبرضه ما عملش حاجة. مروان عطية كان دستروير جامد جدا، ربنا يحافظ عليك يا ابني. كان نفسي يريح شوية بس يلا، ان احنا محتاجين مروان عطية جامد. هو مهند لاشين برضه لعب ماتش كويس. امام عاشور 10/10. جون وشوط عالمية، انا حاطط الجون في اول الفيديو، عجبني جدا امام عاشور. زيكو 1,000,000/10 في الناحية الدفاعية الاول والناحية الهجومية برضه عمل مجهود خرافي. صلاح 8/10. خلي بالك صلاح كان رايح جاي رايح جاي، كان بيدافع، كان هاين نفسه مش زي الماتشات الودية، فلا شابوه 75 دقيقة قضاهم برجولة جدا. وعلى فكرة الماتش الجاي هيسجل وانا مراهن على ده، ماتش نيوزيلندا صلاح هيقلي جون او اتنين، كله يفتكر الكلام ده. ونيجي بقى عند النقطة، مرموش. يا عم مرموش في ايه؟ الكورة اللي اتلعبت غلط ورحت انت وكورتوا لو بصيت لتحت الصلاح بقى هو جون، مالك يا نجم؟ يا عم جيبها جون بقى، ضيعها دي مش بتاعتك، عملت الصح. انت كل كورة تاخدها تجري عاوز تشوط، ودي حاجة انا مش متعود منها عليك انت بالذات. انا فاهم دلوقتي ان انت حاطط ان انت بقيت النجم الفريق الاول والكلام ده كله، بس لازم تلعب مع الناس وربنا بعد كده هيكرمك وهتجيب جول. بس فكر في الناس الاول، مش كل حاجه تاخد الكوره عاوز تشوط، تاخد الكوره عاوز تشوط. مين تاني؟ حمزه عبد الكريم، ربع ساعه اللي لعبها الولد ده، يعني ربنا يكرمه ويجيب جون عشان بس يسكت الناس كلها وينصر حسام حسن. في كوره قطعها من نص الملعب من المدافع وعمل سبرنت وسبقه وراح بس ما كملتش. حمزه لسه بيستوي، لسه 18 سنه. سيبك بقى من الحمله اللي معمول عليه بسبب الاخ مهيب عبد الهادي ده في البلاله. ركز يا ابني وربنا هيكرمك. انا شايف فيك مشروع جديد تكمل انت ومرموش، عشان مرموش يريح ويكبر في السن تبقى انت اللي واخد الرايه بعديه، وربنا يكرم في بيت اللعيبه اللي طلع زي بلال عطيه وبيت الاسماء اللي طلعت. ده كان كل كلامي عن منتخب مصر. في حلقه تنزل تاني على كل المنتخبات العربيه وسوء الامل، بس الكلام ده مش للمغرب، المغرب في حته تانية لوحدها. مبروك عامه لكل الدول العربيه اللي اتعادلت مفيش حد كسب، كله تعادل. هارد لك للي خسروا. الجزائر خيبت املي بس ليها فيديو جاي مع فيديو العرب. اشكركم وانتظروا حلقة قادمة. سلام.